لقيتي السيارة اللي عجباتك، تفاهمتي مع مولاها على الثمن. هادشي من طبيعة الحال من بعد ما قلبتيها مزيان وديتي معاك شي واحد الثقة اللي يقلب لك السيارة، لا تكون فايتة طاكسي ولا كسيدة ولا شي كارثة. اذا المرحلة الموالية هي الدخول لهذا الموقع اللي غنخلي لك الرابط ديالو في اسفل الفيديو. اذا كما كتشوفوا هذا هو الموقع امامكم. غنضغطوا على ديك الخانة اللي مكتوب فيها البيع، هي باش غادي نبداو، وهي خانة مخصصة لمول الطوموبيل والطوموبيل ديالو. اذا نضغطوا على اجوتيون دوموند، اضافة الطلب كما كتشوفوا في الصورة، وغتطلع لك هاد الصورة هادي كما كتشوفوا. اذا هاد الصورة هادي او هاد لاباج فيها مجموعة من المعلومات ديال السيارة. اذا نضغطوا على فييكول ا موتور، ثم نختاروا الماتريكول كما كتشوفوا هنا في الصورة امامكم. نختاروا الف او واو او دال او باء على حسب الماتريكول ديال السيارة اللي غتشريو. ثم اول استخدام بالمغرب غادي تلقاوه في كارت غريس كما كتشوفوا في الكارت غريس في الصورة امامكم. والرقم التسلسلي تا هو في الكارت غريس راه تيكون الاسفل الكارت غريس، قلب الكارت غريس غتلقاه في الاسفل. ندخلوا هاد المعطيات، كنضغطوا على ديك الخانة الاسفل، يعني ديك الايقونة بالازرق اللي فيها سويفون. اذا كنضغطوا عليها وكنمشيو لاباج الثانية اللي كتعطينا الموقع. وهاد لاباج هادي خاصة بالبائع، يعني مالك المركبة، يعني مول السيارة. كندخلوا الاسم الشخصي ديالو ثم الاسم العائلي. كنختاروا لاكارت، يعني كاين يا اما لاكارت او الباسبور، من الاحسن لاكارت. وكتكتب الرقم ديال هاد لاكارت هادي ديالك ديال مول السيارة. ثم كيدخل العنوان والبريد الالكتروني ديالو والرقم الهاتف ديالو. ثم في الخانة الأخيرة كتلقى هل هو المالك الوحيد، ولا هاد السيارة ديال الورثة، ولا هاد السيارة ديال الشركة. غالبا كتشريها عند مول السيارة يعني الكساب، كدير المالك الوحيد. ودائما تفادى الورثة وتفادى الشركة لأن تيكونوا فيهم المشاكل. المالك الوحيد من الأحسن نشري عند الكساب، لأنه أولا تيكون مهلي في السيارة ديالو. ثم كنضغطوا على سويفون وكتطلع لنا هاد الوثيقة هادي كذلك. ندخل فيها المعطيات ديال الشاري، هذاك اللي غيشري السياره، اللي باغي يشري السياره. كندخلوا المعطيات ديالو، الاسم الشخصي، الاسم العائلي، الرقم البطاقه الوطنيه والعنوان ديالو. وكنضغطوا على ديك الخانه الصغيره ديال الموافق، ثم كنضغطوا على اونغوجيستري يعني التسجيل. وهكا كنكونوا سالينا المرحله الاولى. ثم كنمشيو للمرحله الثانيه، ولكن قبل من ذلك خصنا ضروري نضغطوا على ديك كونفيرمي، وهي هذيك اللي كطلع لنا كونفيرمي، باش طلع لنا ديك العلامه الخضراء وكطلع لنا معها واحد الرقم. هذاك الرقم ضروري نحتفظوا به، نديروا ليه كوبي ولا نكتبوه في شي ورقه. من الاحسن نديروا ليه كوبي كولي في شي نوت وناخذوه. ثم كنضغطوا على ديك العلامه الزرقاء، هكا كترجعنا للصفحه مجددا ديال الاولى. كنرجعوا للصفحه الاولى عاوتاني مجددا. هاد المره غادي نضغطوا على الخانه ديال الشراء، الخانه ديال الشراء. وهنا غادي نكتبوا البحث عن طلب البيع، يعني كنكتبوا محرك مركبة ذات محرك، ثم الرقم ديال السيارة اللي بغينا نشريو. وهنا كنكتبوا داك الرقم اللي قلت لكم نحتفظوا به، هذاك الرقم ضروري. ثم كنديروا شيرشي البحث، كطلع لنا هاد المعلومات هادو. طلب الشراء كطلعوا لنا هاد المعلومات نتاكدوا منهم. ثم كنضغطوا على سويفون كما كتشوفوا هنا في الصورة. ثم كطلع لنا هاد المعلومات كذلك نتاكدوا منهم واش صحاح، نتاكدوا منهم واحد بواحد. ثم سويفون مجددا، كطلع لنا هاد الخانه هادي بالعلامه الخضراء، وكنديروا ديك البوطون الزرقاء باش تطلع لنا الوريقات اللي غنديو نكاليزيوهم في المقاطعه. اذا كطلعوا لنا جوج ديال الوريقات، ورقه خاصه بالشاري وورقه خاصه بالبائع. هادو اللي كنديوهم للجماعه ولا المقاطعه ولا البلديه باش نكاليزيوهم. من بعد هاد العمليه ديال ليغاليزاسيون واش ساليتي؟ لا مازال ما ساليتيش. غترجع عاوتاني للموقع وتضغط على ديك البيع. هاد المره غوش شيرش ولا شيرشي اون دوموند، يعني غادي البحث عن الطلب. غادي تدخل المعلومات ديالها الماتريكول وداك الرقم ديال طلب البيع اللي كنا درنا في الاول، اللي كنا خدينا في الاول. وكطلع لنا هاد المعلومات. نفس الشيء بالنسبه لهداك اللي غيشري، حتى هو كيدير نفس العمليه، كيدير البحث. هاد المره غتطلع لك هاد الخانه هادي اللي دورت عليها بالاحمر، هادي غادي نضغط عليها. كندخل عاوتاني دوك المعلومات، يعني تاريخ المصادقة، متى كاليزيتي ديك الورقة،
تاريخ مكان تاريخ ولا تاريخ المصادقة، المرجع إلا كان عنده واحد المرجع تيكون في الفوق ديال الورقة، والدائرة يعني المكان اللي جاليزيتي فيه، ها هي ديك الورقة اللي غادي تدخل هي هذه هي اللي جاليزينا ديال الشاري، هي اللي غادي ندخلو في هذا الموقع. يعني خصنا نصوروها نسكانيوها وغنطلعوها في ديك الخانة ديال شوازير ان فيشي. هنا كندخلو تاريخ المصادقة كما قلت، والريفيرونس ديالها التاريخ ديال المصادقة، وهنا غادي نطلعو ديك المطبوع الشراء مسكاني يعني مصور، يولي بحال صورة ولا بي دي اف، من الاحسن بي دي اف. كنطلعوه وكنضغطو على ديك جو نو سوي با ان روبو، ثم كنديرو كونفيرمي. من بعد كونفيرمي هنا كتاخد لا فيزيت اللي كنتي درتي في الاول. عمليا نسيت ما قلت لكم بان لا فيزيت هي الاولى، لا فيزيت ديال الميوتاسيون يعني ديال البيع. ثم كتاخد فوتوكوبي لا كارت ديالك نتا وديال البائع، كارت غريز، فوتوكوبي ديال الكارت غريز. كتمشي كتخلص الخيل وكتجمع هاد الوراق هادو كتدفعهم باريد كاش، كيعطوك واحد الرخصة مؤقتة ولا كارت غريز مؤقتة، ريتما توصل بالكارت غريز الحقيقية من بعد شهرين ولا 4 شهور على حساب. اذا هاد العملية شرحناها فقط للناس باش تكون على علم شنو هما المراحل ديال البيع والشراء بالطريقة الجديدة. كاين اللي ما غيصدعش راسو مع هادشي كامل، غيمشي غير للسيبير يعطيه كارت غريز ويعطيه فوتوكوبي او لاكارت ديالو، لاكارت ديال البائع، وهذاك اللي خدام في السيبر هو غيصوب ليه هادشي كامل، يمشي يجاليزي، يرجع عنده عاوتاني هو نيت يدير لي ديك ترونسفير ولا ديك امبورتي ديال الوثيقه من بعد ما يسكانيها، وهو مهني مع راسو ب 30 درهم وانت قاضي الغرض. اذا شرحنا هذه العمليه فقط باش تكون على علم بهاد المراحل هادو ديال البيع والشراء بالطريقه الجديده. كاين اللي غيسول الان امتى نخلص البائع، امتى نعطيه الفلوس، يعني امتى نعطيه الفلوس؟ الا عطيتو الفلوس قبل يقدر يوقع شي مشكل، البائع حتى هو يقدر ما تكونش الثقه. اذا هنا العامل ديال الثقه بينك وبين البائع، الا ما كايناش الثقه من الاول هاد البيع والشريه ما عندك ما دير بها اصلا. اذا العمليه ولا الوقيته اللي غتخلصوا هي الوقيته اللي غتجاليزيو. فاش غتجاليزيو غير تمشي للسيبر باش ترفع دوك الوثائق من جديد باش تصيفطهم في النارصه، تاخد عنده كارت غريز، تاخد عنده فوتوكوبي لاكارت ديالو وديك الوثيقه ديال البيع اللي جاليزيتو، ثم الكارت غريز كما قلت وديك لا فيزيت ديال بيوتاسيون كتعطيه رزقو. انت كدير الوثائق ديالك والسياره ديالك وكتمشي للبريد كاش كتدفع دوك الوثائق. وبالتوفيق للجميع، الله ييسر للجميع.